السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض رز بطريقة حلوة جدا، ولونه كمان مختلف عن اي رز. دايما بنعمل الرز لا اما ابيض او نعمله اصفر، فالنهاردة هنغير وهنكسر القاعدة وهنعمله احمر. بس طريقته حلوة جدا وسهلة قوي، تقدري انت تعمليها وشكلها هيبقى جديد، وطبعا هيجذب الولاد ان هم ياكلوا منه. انا عندي هنا قوانص جايباها منضفاها، طبعا كلنا بنعرف ننضف القوانص. نضفتها وسلقتها في شويه ميه صغيرين. تمام. وهنا اهوت في الصينيه اللي انا هعمل فيها الرز، حطيت معلقتين زيت على معلقه سمنه. هنزل عليهم ببصلايه مقطعه صغير اهي زي ما انتم شايفيني كده. هنا انا حاطه معلقتين زيت ومعلقه سمنه، نزلت عليهم بالبصلايه. البصلايه دي كانت يعني الى حد ما كانت كبيره، قطعيها صغير وبعدين انزلي بيها على السمنه والزيت كده، اديها تقلبتين كده 3. انا مش هخلي البصل ياخد لون، بس هخليه يدبل شويه. هنا كان دبل وحطيت عليه معلقه توم مفروم، برضو هقلبها شويه لحد لما ريحه التوم تطلع كده. وبعد كده اهو تقلبتين 3. انا بس كل حكايه عايزه ان البصل يدبل، وعايزه ان ريحه الثوم تطلع، ابقى انا واقفه شماها، يعني فاهميني ازاي؟ يعني يكون دخل على سوا كده وريحته بدات تطلع. في الوقت عندي قرن فلفل حامي قطعته وحطيته على البصل والثوم، اختياري، ممكن تحطي قرن فلفل رومي لو انت مش بتحبي الحاجه حاميه. اديله هو كمان تقلبتين 3، برضو عايزه قرن الفلفل يدبل. ولو نلاحظ هنلاقي ان ولا الثوم ولا البصل خد لون، هما يدوبك اصفروا، يعني خدوا لون بيج كده خفيف، وهم دبلوا يعتبروا يعني، لكن مفيش حاجه فيهم حمرتها. في الوقت هصفي القوانص من الميه بتاعتها اللي انا سلقاها فيها. مع ميه القوانص حطي نص ليمونه، يعني حطي نص الحله كده ميه، حطي عليها نص ليمونه وشويه ملح وشويه فلفل، واول لما يغلوا حطي القوانص عليهم. اديهم غلوتين 3 عشان القوانص بتاخد سوا. اديهم غلوتين 3 وبعد كده اطفي عليهم وكملي سواهم بقى مع الرز. مش هنستخدم الميه اللي احنا سلقنا فيها القوانص، الميه دي هنرميها. هنا بقى هدي القوانص تقلبتين 3 كده تاخد من طعم البصل والثوم والفلفل. وبعد كده هنزل عليها بالتوابل. التوابل اللي عندي من كل حاجة نص معلقة. فانا عندي نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات فراخ، نص معلقة كمون، نص معلقة قرفة، والاحمر بودرة زعفران حمرا. تقولي للراجل كده عشان هو عنده بودرة زعفران صفرا وعنده بودرة حمرا، فانت تقولي له عايزة بودرة زعفران حمرا. تقدري تقللي كمية الزعفران اللي انت حطاها عن كده، لو انت عايزة الرز يبقى لونه بينك كده مش احمر. تمام. يبقى انا حطيت نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة كمون، ونص معلقة بهارات فراخ، ونص معلقة قرفة. وكمان هنحط على طرف المعلقة كده حبة من بودرة الزعفران. هي مش غالية، انت بتجيبي حتى لو هتجيبي ب5 جنيه بيديكي كمية بتقعد عندك فترة طويلة. هنا كان عندي نص كيلو رز بسمتي، كنت نقعيه في مية دافية حوالي 10 دقايق. وبعد كده هاخده واحطه على القوانص، وبرده هقلب الرز مع القوانص تقلبتين 3 يتشوح، علشان اي نوع رز لما بتشوحيه الاول قبل ما تحطيله الميه بتاعته بيبقى مفلفل وجميل. بصوا بقى الرز بقى لونه عامل ازاي. عايزه تقللي عن اللون ده وتخليه بينك، حطي على طرف المعلقه من بودره الزعفران. خلي بالك هي مش زي البابريكا ولا كده، يعني لو حطيتي بابريكا وقلت استبدلها ببابريكا مش هتنفع. فانت تجيبي بودره زعفران حمرا، ولو انت مش عايزاها حمرا ممكن تجيبيها صفرا ويبقى لون الرز اصفر. يعني دي اللون انت حرة فيه، بس هو شكل جديد وهيجذب الاطفال ان هم ياكلوا. هسيب الرز بقى كده وهديله تقلبتين 3، وكمان هحط عليه مكعب ماجي، وده اختياري يا جماعة، في ناس ما بتحبش الماجي ما تحطوهوش براحتهم. برضو هدي
الرز تقلبتين 3 كده عشان يتشمع، ولو في اي ميه مكان ما كنت نقعاه تتشرب. وبعد كده هحط عليه ميه دافيه. ده رز بسمتي، فهخلي فوق منه حوالي عقلتين ميه، ماشي، يعني حوالي 2 سنتي كده ميه. الاول هحط عليه الزبيب. لو ما بتحبيش الرز بالزبيب ما تحطيش الزبيب، واستكفي باللي انت عملتيه الاول وحطي عليه الميه على طول. انا بحب الرز بالزبيب. في ناس ما بتحبش معسل مع حادق، فلو مش حابه الزبيب في قلب الرز براحتك، ممكن ما تحطوش خالص. لو عايز تستبدلي الزبيب بمكسرات حطي مكسرات. هنا بقى ميه دافيه هنزل بيها على الرز. وبعد ما الاقي الميه بقت فوق منه كده بحوالي 2 سنتي او عقلتين، هبدا ان انا ادوقه عشان حاطه مكعب ماجي، واكمل الملح بقى بتاعه، يعني ان انا اظبط حياؤه بقى اهو كده. انا عاملاه في صينيه، انت تقدري تعمليه في حله براحتك، يعني مش هتفرق صينيه من حله، مش هتفرق. هنا انا دقته عشان احدد هو عايز قد ايه ملح. اهو حطيت هنا اهو معلقه ملح. قلبي بقى الملح عشان يدخل في كل الرز. وبعد كده انا برضو هظبط الدنيا لسه، هحتاج حبة صغيرين كمان. هغطي بقى الرز واسيبه. اول لما يغلي هنقله على العين الاصغر. هنا كان بدأ يغلي اهو، فانا رحت نقلها على العين الاصغر من العين اللي في النص. بصي بقى لونه بقى عامل ازاي، الصراحة لونه جامد. جربوه العيال كلها بجد، يعني انتبهوا له كده. ان شاء الله يعجبكم ويفتح نفس الولاد والكل ياكل منه. هنا كان بدأ يشرب المية بتاعته، وانا هنا بقى كنت بدأت ان انا اوطي عليه، بس انا قلت اوريهولكوا برضو عشان تشوفوا درجة لونه. لو انتوا عايزينه افتح من كده حطوا على طرف المعلقة عشان اللون دوت بيخدع، يعني ممكن تقولي ده حبة صغيرين تبصي تلاقي احمر من كده كمان، فحطي حبة صغيرين لو انت عايزة بينك. شوفي الكمية اللي انا حطاها، انا حاطة حوالي ربع معلقة، انت حطي اي نص الربع. هنا كان الرز بعد ما اتعمل وغرفته، بصوا بقى عامل ازاي. تقدري تعمليه بكلاوي على فكرة، وتقدري تعمليه بلحمة، تقدري تعمليه بقطع فراخ، يعني لو ما بتحبيش القوانص او مش عندك متاح قوانص اهو. وتقدري تستبدلي الزبيب باي مكسرات او تلغيه خالص، اللي انت عايز تعمليه اعمليه. طبعا انا كنت مخلله بقى زيتون معاه، عملته حطيته وعملنا وكلنا جنبه شيبسي. كانت الاكله حلوه والله، حاولوا تجربوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم، وخفيفه وسريعه وجديده واي طفل بيحبها. ومع الف سلامه، وقابلكم في فيديو جديد، وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا عندي في القناه.